من جديد يسعد صباحكم مستمعي ومتابعي إذاعة بوير اف ام بفقرتنا الطبية من برنامج عطر الصباح. مع تقدم في مجالات الطب الوقائي خاصة تبرز الحاجة لأهمية التوجه نحو الأساليب الوقائية لحماية صحتنا بشكل عام. وكما يقال متابعينا درهم وقاية خير من قنطار علاج. موضوعنا اليوم بيتعلق بالأسنان والحماية الفموية بشكل عام، وهو جلسات تنظيف الأسنان. ما هي هذه الجلسات؟ أهي إجراء وقائي فعلا؟ كيف تكون هذه الجلسات في العيادات السنية عادة؟ ما فوائدها؟ هذه النقاط ونقاط أخرى رح نتناولها بلقائنا الطبي اليوم مع الدكتور أحمد عبد الحكيم محمد، الأخصائي في طب الأسنان وجراحتها تجميل وزرع الأسنان. معنا عبر الهاتف الدكتور أحمد، يسعد صباحك. اهلا وسهلا اسي شاهين، شكرا لك وشكرا لاذاعه بوير على الاستضافه. كثير الشكر لك دكتور محمد لقبول الانضمام للبرنامج ولنتحدث عن هذا الموضوع اللي بيهم الصحة الفموية، وهو موضوع علاجي ووقائي بنفس الوقت. بداية دكتور أحمد، ما المقصود بجلسات التنظيف؟ ما هي هذه الجلسات؟ ما الذي يتم تنظيفه فعلا؟ تفضل. هي اجراءات علاجيه وقائيه بنشيل فيها طبقه البلاك او بالعاميه بنسميها الكلس المتراكمه على الاسنان وحول اللثه. نعم، هذه الطبقة عادة لا تنظفها الفرشاة دكتور؟ نعم، هذه الطبقه عاده لا تنظفها الفرشاة. تتشكل نتيجه اهمال المريض، ويعني فينا نقول بالعامية لما ما ننظف الأسنان من 24 ل 72 ساعة بتتشكل هالطبقة، واللعاب والسكريات بيصلبوا هالطبقة. السبب الرئيسي هو مسألة التنظيف إذا دكتور؟ هو السبب الرئيسي، وفي أسباب تانية كمان رئيسية. ما هي هذه الأسباب؟ يعني تختلف من شخص. نعم، تختلف من شخص لآخر. يعني الأشخاص اللي معهم السكري، اللي عندهم مثلا الكالسيوم زيادة مثلا، اللي عندهم جفاف فم، فبيكونوا معرضين للكلس أكثر من غيرهم. نعم دكتور، هل هذه جلسات التنظيف هي نفسها ما يسمى بالتبييض؟ وما الفرق بينهما إذا لم يكن؟ لا، هن مختلفين يعني. جلسات التنظيف مثل ما قلنا هي جلسات علاجية وقائية. أما التبييض فهون نحن بنستعمل مواد كيميائية. نعم، بنشيل فيهم التصبغات، يعني بنرجع للسن لونه الطبيعي أو أفتح بشوي يعني. إذا جلسة التنظيف هو إجراء وقائي وعلاجي يتم فيه تنظيف الأسنان، بينما التبييض هو إجراء اختياري لزيادة تبييض الأسنان على اللون الطبيعي، زيادة الجمالية يعني. نعم دكتور، هل لجلسات التنظيف أنواع أو أشكال معينة؟ بمعنى هل تختلف وفقا لنوع التنظيف أو عمقه؟ ايه، هلا في نوعين بشكل عام للتنظيف. نحن بنقول في التنظيف الروتيني بنسميه التجفيف المغلق طبيا يعني، وفي التنظيف العميق اللي بنسميه التجفيف المفتوح. يعني هون بيضل على الكلس شقد منتشر تحت اللثة، يعني شقد عمق الكلس صاير تحت اللثة. إذا كان عميق كتير نحن بنضطر نعمل جراحة، نفتح شريحة وبنعالج، بيصير التجريف مفتوح يعني جراحي. إذا تصنف وفقا لدرجة تراكم الكلس على الأسن. أيوة، وعمقه يعني مدى انتشاره. نعم دكتور، متى يتم اللجوء لهذه الجلسات؟ وهل هناك فئة أو عمر محدد ينبغي اللجوء لهذه الجلسة؟ نعم، يتم اللجوء إليها يعني لما بنشوف أو بنلاحظ الكلس. يعني أول شيء لما بنلاحظه فورا بنشيله وبنعالجه. نعم تمام، وهو ما في عمر محدد، بس عند الأطفال والمراهقين. يعني هو بس يمكن يكون في عندهم، بس هو نادر كتير عند الأطفال. نعم دكتور، يعني في نقطة أريد أن أسألها، مسألة هل مع التقدم في العمر تقل أو تكثر الحاجة لهذه الجلسات؟
تكسر، مهم. لأنه بيصير عندنا شيء اسمه جفاف الفم، نعم. فبيصير الوسط الفموي مناسب لأنه مهم. الكلس يكبر. نعم. لنتحدث طبعا عن هو ما في شيء، آه يعني ثابت، بس هو بشكل عام يعني كل ما بنتقدم بالعمر بتزيد الحاجة. لازم تزيد الحاجة. مهم. نتحدث عن هذه الجلسات دكتور أحمد والتي تتم في العيادة حصرا. كيف تجرون هذه الجلسة التنظيفية للأسنان؟ ما هي آلية التنظيف المتبعة؟ يعني أول شيء بنقوم بفحص اللثة والأسنان، مهم. بنشوف إذا في التهابات، تصبغات، تراكم قلح. إذا بنشوف هالطبقة مم. وبنشوف التهابات وبنشوف نزف، نعم. بنبلش فورا بنشيل هالطبقة. وبعد ما نخلص تجريف، بنستعمل معجون خاص عنا بالعيادة وفرشاة كمان خاصة مشان نعم سطح السن، مم. مشان نقلل انه يعني نعم السطح، مشان ننزل نرفع السوية الصحية للفم. نعم. مهم. مهم. كم والأسنان. تستغرق عادة جلسة التنظيف؟ وهل تختلف هذه المدة وفقا لنوع التنظيف؟ لأنه أشرت في تنظيف الروتيني وفي التنظيف العميق. هلا إذا كان بسيط هو من مم. 20 ل 30 دقيقة، نعم. وإذا كان التراكم كبير يفضل نعمله على جلستين مشان نريح المريض. نعم. على نتح... موضوع الجراحي غير هدول يعني. مهم. الجراحة عندما يكون العمق كثير يعني. يعني كبير، إيه، لما بيكون مم. التراكم كبير تحت اللثة. نعم. هنا تقصد بآلية التنظيف العميقة آلية التنظيف العميقة، تكون تماما. جراحية. أيوة نعم. تماما. نعم. دكتور، ما هي التقنيات التي تستخدمونها في هذه الجلسات؟ هل هناك تقنيات مختلفة؟ هلا التقنيات، مم. هلا يعني قديما نعم. كانوا عم يستعملوا أدوات يدوية، كانت بتعمل الألم وجهد كبير. هلا حديثا عم نستعمل أدوات صوتية وفوق صوتية، آه. وفرت وقت وجهد وألم أقل. مم. توفر آم، تقلل الألم بالنسبة للمريض والجهد بالنسبة للطبيب. تماما. أها. الآن هناك أدوات فوق صوتية. هل هناك تقنيات فوق صوتية وهناك تقنيات ليزرية أيضا؟ هلا الليزرية حاليا مو متوفرة هون، بس يعني آه. هون المتوفر الشائع الأكثر شيء هون عنا بالمنطقة نعم. الأمواج مم. الصوتية والفوق الصوتية. نعم. أشرت قبل قليل دكتور أحمد لبعض النقاط التي يجب أن تأخذونها بعين الاعتبار قبل إجراء الجلسة. هل هناك أيضا إجراءات أخرى تقومون بها قبل إجراء الجلسة؟ إيه، يعني بناخذ التاريخ الطبي لكل مريض، نعم. بنشوف إذا عنده أمراض بياخذ أدوية. بعدين بنعمل فحص سريري، وأحيانا بنعمل فحص شعاعي كمان. لتأكد من مسألة لا يوجد أي مشاكل صحية قد تؤثر عليها مسألة إجراء الجلسة. تماما. ما هي هذه الحالات دكتور إن كان بالإمكان قولها؟ ما سمعت ما هي السؤال. أبرز تلك الحالات المرضية التي إن يعني وجدت لدى الشخص قد تسبب له جلسة التنظيف مشاكل؟ هلا يعني مو بتعمل مشاكل، هم. يعني أكثر شيء مرض السكري، نعم. يعني هم. هو متهم بهالشيء، هم. بيعمل جفاف فم، بيعمل كتير مشاكل، بيعمل وسط مناسب للكلس. هم. تبعات وفي دكتور. مثلا مرضى بيعمل تبعات، في هم. مثلا مرضى الصرع بياخذوا أدوية مثلا، كمان بتعمل هالمشاكل، بتعمل التهابات نعم. لثوية، بتعمل إيه. نقاط مهمة. دكتور، مسألة التبعات، هل هناك تبعات لجلسة التنظيف أو الإكثار منها؟ بشكل عام ما في تبعات هم. لجلسات التنظيف، بس أحيانا بيصير في عنا مؤقتا يعني هم. حساسية بسيطة ونزف بسيط، آه. بس ما بيأثروا، يعني أبدا ما بيأثروا. هم. المريض بينزعج منهم شوي، بس ما بيأثروا أبدا، بيروحوا بعد يومين 3 لأسبوع يعني. نعم. دكتور، ما السليم والصحيح في عدد أو المدة بين كل جلسة وأخرى؟ يقال
وفق ما اطلعت أنه كل 6 أشهر يكون كافي. هلا هو يعني في مرضى 3 شهور، في مرضى 4 شهور، في مرضى 6 شهور، في مرضى سنوي. مم. بس وسطيا هو كل 6 شهور يعني. وسطيا كل 6 أشهر. هل جلسات التنظيف مكلفة دكتور؟ هناك من سيريد أن أسأل هذا السؤال. هلا هو الأقل تكلفة من الإجراءات العلاجية السنية الأخرى، يعني بشكل هو عام. الأقل تكلفة بيناتهم بشكل عام يعني. هل هناك إقبال دكتور على هذه الجلسات من خلال متابعاتكم اليومية الطبية واستقبال المرضى؟ نعم، في إقبال متزايد بسبب تطور الوعي الصحي أها. والثقافة الصحية. إيه. متزايد، إذن هناك حالات أكثر عما كان سابقا. ما هي الفئة الأكثر إقبالا دكتور؟ الفتيات، السيدات، الرجال أو هلا الأطفال؟ الفئة الأكثر إقبالا هن الفتيات يعني. نعم. إيه. برأيك لماذا؟ بسبب الاهتمام بالنواحي نعم. التجميلية مثلا، لأنه الكلس بيعمل روائح كريهة بالفم نعم. إيه. بشكل عام دكتور، كيف تقيم الواقع الطبي في هذا المجال والتقنيات المتاحة لدينا حول جلسات التنظيف في هلا المنطقة؟ بشكل عام الواقع الطبي عم يتحسن وفي تطور مستمر، وصاير يعني متوفرت أجهزة حديثة بهالمجال. نعم. مثل ما حكيت عنهم، في أجهزة صوتية وفوق صوتية، أمواج صوتية وفوق نعم. صوتية. إيه. يعني نحن تقريبا استغنينا عن الأدوات اليدوية. آه. ولكن ليس لدينا لازال التقنيات الليزرية. نحن بحاجة إلى هذه التقنيات لتحسن من الجودة الموجودة لدينا في المنطقة. برأيك دكتور أحمد، إلى أي مدى يسهم هذا الإجراء وهذه الجلسات في حماية الأسنان بشكل عام والفم من المشاكل السنية الشائعة وذي الأسباب المختلفة؟ هلا هو بيسهم بدرجة كبيرة بالحفاظ على سلامة الأسنان من النقور والتصبغات، وكمان بيحمي اللثة من الالتهابات والنزف. وكمان يعني بيشيل رائحة الفم. يعني هو بنسميه خط الدفاع الأول أو الخط العلاجي الأول بأي إجراء سني بنعمله. يعني أول شيء بنعمله هو بنعمل التنظيف. نعم. طبعا طبعا دكتور، أكثر المشاكل السنية وأنتم أدرى بتأتي من مسألة عدم التنظيف الأسنان أو تراكم ما يبقى في الطعام بالأسنان. هل هناك من نصائح أو تعليمات تعطونها للشخص بعد إجراء الجلسة للاستفادة بشكل أكبر قدر المستطاع من إجرائها؟ إيه، يعني بشكل عام بيتجنبوا المشروبات الملونة لساعات، مثلا مثل الشاي، قهوة، كولا، أي شيء فيه ملونات. بعدين بينظفوا الأسنان بلطف، يعني ما يضغطوا عليهم بعد جلسة التنظيف. إذا صار في حساسية بيعملوا يعني بيجيبوا معجون مخصص ليعالجوا هالحساسية. بيستعملوا خيوط بين سنية. نعم. بشكل عام هدول النصائح بنعطيهم. الخيوط الطبية تسمى. أيوة. تماما. دكتور، أشرت لمسألة المعجون الحساسية. قد يحدث حساسية نتيجة المادة المستخدمة في التنظيف؟ هلا احيانا لانه الماده المستخدمه بتحوي على ماده ساحله، احيانا بيعمل مثل ما قلت حساسيه بسيطه يعني، بس بتروح يعني من يومين لاسبوع بيروح. نعم. شيء بيكون شوي مزعج بس بيروح. نعم. بشكل عام دكتور، لو نعطي أيضا نصائح بتتعلق بالرعاية الفموية لكل المتابعين والمتابعات. هلا بشكل عام النصائح، يعني انا بفضل انه ننظف الاسنان مرتين باليوم. كافي دكتور. نستعمل الخيوط الطبيه يوميا يعني. بنقلل من السكريات المتكرره، يعني ما يعني اذا بدنا ناكل سكريات او حلويات ناكلهم مره واحده، يعني بوقت محدد، يعني مو مثلا كل نص ساعه ناكل سكريات. نعم. واهم شيء بنراجع طبيب الاسنان دوريا كل 6 شهور، كل 6 أشهر. وبنغير الفرشاة كل 3 شهور. واهم شيء ما نهمل نزيف اللثه والالم.
بالتوجه للطبيب مباشرة. تمام. كتير شكر دكتور أحمد. إذا بتحب تضيف أي شيء أو نقطة أنا ما سألت، تفضل. هلا انا بدي نوه لنقطة مم. مهمة، يعني انه بدي اقول انه جلسة التنظيف يعني ابدا مو رفاهية، وانه افضل علاج بطب الاسنان هو الوقاية. تماما. لهيك يعني مثل ما قد بنصح بالمراجعة الدورية لعند الطبيب، يعني حتى لو ما في شيء بنروح نتأكد يعني. نعم، كثير شكر لك دكتور أحمد عبد الحكيم محمد، الأخصائي في طب الأسنان وجراحتها تجميل وزرع الأسنان. كل الشكر على كل هالمعلومات القيمة اللي أعطيتنا إياها.